اليوم تشهاو لي تعدى البيتزا وقالوا لي لازم تحضرها لنا. ايا خممت شويه ومن بعد تحضرتها لهم. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم دي ميني بيتزا بعجينه خفيفه وقطنيه ويجوا ضربه في البنه، وراح نشارك معكم في الفيديو تاع اليوم طريقه تحضير لاصوص طوماط. خليكم على الوصفه. بالنسبه للعجين في ريسيبيون نديروا رطل تاع فرينه، ملعقه كبيره سكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره حليب غبره، نص ملعقه كبيره تاع الملح، وعندي نص كاس تاع زيت نباتي. نخلطوا هذه المكونات جيدا، بعد نبداو نضيفوا في الماء الدافي بالتدريج حتى تحصلوا على العجينه اللي تكون طريه. ندلكوها بعد ما تحصلوا على العجينه، ندلكوها حوالي 5 دقائق، من بعد نعاودوا نرجعوها في الريسيبيون ونغطيو عليها ونخليوها يضعف الحجم تاعها. بالنسبه لاصوص طوماط عندي هنا في كاسرونه نديروا شويه تاع زيت نباتي، 3 حبات تاع طماطم حلو مزرعه ونحلهم مقشور، نزيدوا 3 سنات نتاع الثوم، شويه تاع الملح، شويه فلفل الكحل، ملعقه صغيره تاع السكر باش نحيو هذيك الحموضه، وعندي ملعقه صغيره تاع طوماط كونسونطري، ونخليوها حتى تشرب هذوك السوائل. من جهه اخرى عندي حبه بصل، عندي قرن فلفل حار، وعندي قرن فلفل حلو احمر، قطعتهم ومن بعد راح نذبلهم فقط في الزيت مع شويه تاع الملح. بالنسبه للعجين بعد ما ضعف الحجم تاعو بالاستعانه بالقرنوط والفرينه نفتحوه على سمك اللي يكون رقيق، ومن بعد نقطعوه بدوائر الحجم اللي بغيتوه نتوما، نحطهم في بلاطو اللي نكون فرشته بورق طهي ولا نغبروه غير بالفرينه. راح نثقبوا العجينه تاعنا، نديروا لها هذيك لاصوص طوماط اللي وجدناها مع بعض، ما تكثروش بزاف. نزيدوا ايضا نديروا لهنا هذيك البصله والفلفل، زيدوا ايضا شويه فرماج رابي، حاولوا تجيبوا نوعيه اللي تكون جيده. انا غبني لهنا للاسف، ولكن معليش، المهم فرماج شيدار اللي يكون مليح. بعد ما نطيبهم لتحت نزيد نشعل لهم الفوق. شتو العجينه كيفاش جات خفيفه. ولهنا بطبيعه الحال البنه ما تكمل غير مع الطون ريكامار. انا راح نستعمل صوص بيكونت هذا الحار، يا ودي يعطيكم واحد التزويزه، انا ما نكذبش عليكم في الطاوله يبرد لي قلبي. ومن بعد لهنا بعد ما درت الطون ريكامار، نتوما ديروا اي ذوق اللي بغيتوه، كاين تاع الزيت كاين تاع الصوص طوماط كيما تحبوا. درت زيتون، درت ايضا شويه تاع المعدنوس، ودرت لهنا فرماج، ما حبيتش ندير لا مايونيز، درتهم كخطوط. وشوفوا لي النتيجه بعد ما قطعناها، شوفوا كيفاش تجي خفيفه وتجي طريه، تجي من اروع ما يكون. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، شيتكم بالصحه، صحه فطوركم والسلام عليكم.